كلنا عايزين نستهدف العميل اللي معاه فلوس يريحني طول النهار، ما يقوليش عايز يرجع حاجه، يخش يعمل الاوردر اول ما انزل البوست يلا بينا السلام عليكم. طبعا العميل ده مش موجود. النهارده هنتكلم على ازاي تختاري الفئه المستهدفه بتاعتك، وهنتكلم على ازاي تجيبي كمان الفئه المستهدفه بتاعتك. قبل ما نبتدي انا اسمي ساره القاهري، وانا بعمل محتوى بيساعد سمول بزنس اونرز ان انت تزودي المبيعات بتاعتك من خلال المحتوى بتاعك من خلال انستجرام والبلاتفورمز الثانيه از ويل. يعني ايه فئه مستهدفه؟ الفئه المستهدفه يعني الشخص اللي انا عايزه اوصل له عشان يجي يشتري مني الحاجه. فانا ممكن اقول ان الشخص اللي جوه الفئه المستهدفه بتاعتي دوت هو العميل بتاعي. العميل بتاعي بيكون هو الشخص اللي عنده الرغبه ان هو يشتري الحاجه بتاعتي ومعاه فلوس ان هو يشتري الحاجه بتاعتي. بس كده. كلمه ان انت العميل بتاعك يكون معاه فلوس مش معناها ان هو شخص غني قوي 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 وبيقبض الحاجه. انا معايا $1000، سلمى معاها $1000، ومريم معاها $1000. انا هصرف $1000 دي في سفريه، سلمى هتصرف $1000 دي في شنطه من لوي فيتون، مريم هتصرف $1000 ان هي تفتح بيهم بزنس. احنا الثلاثه معانا نفس المبلغ، بس كل حد فينا بيست على خبرته، الباك جراوند بتاعته والبريفرنسز بتاعته، الحاجات اللي هو بيحبها، اختارت ان هي تصرف الفلوس في مكان معين. فاحنا هنا لما بنتكلم على ان العميل بتاعك معاه فلوس انه يشتري المنتج بتاعك، مش معناه ان انت العميل بتاعك اكشلي غني ومعاه فلوس، فاهمه؟ يعني محطوطين في فوربس توب 30. احنا بنتكلم ان انت العميل بتاعك شايف فاليو في الاندستري بتاعتك والحاجه اللي انت بتقدميها. مش نفس الشخص اللي هيروح يدفع مثلا $500 في مساج هو نفس الشخص اللي هيروح يدفع $10 في مساج. ده نوع عميل ودوت نوع عميل تاني. مش نفس الشخص اللي بيروح يدفع فلوس كبيره جدا في حاجات هاند ميد هو نفس الشخص اللي بيروح يشتري نفس الحاجه من شي ان. ده نوع عميل ودوت نوع عميل. الاثنين ممكن يكون عندهم مصدر دخل كويس جدا، الاثنين يكونوا اغنياء جدا جدا جدا، بس الاثنين شايفين ان هم يحطوا فلوسهم في مكان مختلف. فانت لازم تبقي واخده بالك ان انا لما باجي اختار الفئه المستهدفه بتاعتي، الطريقه بتاعه الصرف بتاعه الفئه المستهدفه بتاعتك لازم 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 تبقى فيري سبيسيفيك. الحاجه الثانيه اللي برضو بشوفها غلطه مهوله 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 هي ان انت في كاستمرز كتيره جدا بتبقي انت متخيله ان انا العميل، انا بالخبره بتاعتي بطريقه تفكيري بالحاجه اللي انا بعملها انا العميل. بتبقي متخيله ان الطريقه اللي انت بتفكري بيها العميل بتاعك بيفكر بيها، فده بيخليكي محدوده جدا في الطريقه اللي بتفكري بيها، بتبقي محدوده جدا في الطريقه اللي انت فاهمه بيها العميل بتاعك. لازم 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 لو انت عايزه تفهمي حاجه عن العميل بتاعك، تاخدي بزنس ديسيجن بيزد على العميل بتاعك دوت مين وهكذا، لازم 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 تبقي عامله ريسيرش كويس على الفئه المستهدفه دي. طيب احنا دلوقتي عمالين نتكلم على فئه مستهدفه فئه مستهدفه فئه مستهدفه. انت بقى ازاي تطلعي الفئه المستهدفه بتاعتك؟ هتبصي على المنتج بتاعك. انا دلوقتي ببيع شوز، الشوز ديت الناس بتلبسها ليه؟ علشان بتلبسها في رجلها عشان رجلي ما تتعورش وانا ماشيه في الشارع، فعشان امشي حافيه في الشارع. بس الناس اكشلي بتلبس الشوز ديت ليه؟ عشان انا شخصيه فاشنبل جدا، انا شخصيه بحب الجزمه المريحه جدا، علشان الانفلونسر اللي انا بحبها بتلبس الجزمه دي فانا لبستها. انهي واحده من دول هي الكاستمر بتاعتك؟ الكاستمر اللي بتلبس الشوز عشان رجليها ما تتعورش، ولا الكاستمر اللي بتلبس الشوز علشان هي فاشن ايكون جامده جدا والجزمه دي بالنسبه لها ستيتمنت بيس في الاوتفيت بتاعها، ولا عشان هي بتحب تنزل تجري والراحه اسلوب حياه، ولا عشان هي بتقعد تتفرج على الانفلونسرز وعايزه تبقى زيهم؟ دول 4 اشخاص بيشتروا الحاجه بتاعتك، بس انت لازم تبقي محدده حاجه زي كده. طيب تحددي حاجه زي كده ازاي؟ هل انت البرودكت بتاعك الشوز اللي انت بتبيعيها دي لونها فحلقي منور ومليانه فريلز وحاجه كده مش موجوده؟ يبقى بروبلي الشخص اللي هيلبسها ولا الشخص اللي عايز رجله ما تتعورش، ولا الشخص اللي شايف نفسه ماراثون رانر. الشخص اللي هيلبسها الشخص اللي شايف ان الشوز دي هتبقى ستيتمنت بيس عندي في اللي انا بلبسه، او انفلونسر الفلانيه لبستها وانا عايزه البس زيها. فانت لازم تبقي اول حاجه بتبصي على البرودكت بتاعك ايه الحاجه اللي فيه الخطيره. غلطه بشوفها كتير قوي مع كلاينتس عندي ان انت بتبقي متخيله انت البرودكت بتاعك مش سبيشال، ده مش حقيقه. فانت لازم تبقي واثقه في المنتج بتاعك اصلا عشان حد يثق فيكي. طيب يعني ايه واثقه في المنتج بتاعك عشان حد يثق فيكي؟ يعني انا هبص على الشنطه بتاعتي اللي انا جايباها من شي ان وهبيعها، الشنطه ديت مالها؟ الشنطه دي فيها سوسته، الشنطه ديت ملمسها ناعم، السوسته بتاعتها سلسه مش بتضايقني، ممكن الشنطه ديت احط فيها التليفون بتاعي والمحفظه، والشنطه حجمها صغير. هتعملي لسته فيها ال5 فيتشرز اللي موجوده في المنتج بتاعك، وهتقولي خلاص يبقى الشنطه دي one of the features. بصوا يا جماعه السوسته خطيره ازاي. لو انت عايزه تنزلي تجري بسرعه وتحطي فيها محفظتك وتليفونك من غير ما تشيلي شيله كبيره، يبقى الشنطه ديت ليكي. لو انت بتلبسي الوان نود كتير قوي فالشنطه لونها بني فهتبقى لايقه قوي عليكي. فانت كده طلعتي الكاستمر بتاعتك شخص عايز ان هو ياخد حاجه، تاخد شنطه معاها سريعه وهي نازله مشوار سريع السوبر ماركت وراجعه. اللي احنا عملناه دلوقتي ده دخلنا على حاجه اسمها كاستمر بيرسونا. ما هي الكاستمر بيرسونا؟ كاستمر بيرسونا ان انت بتاخدي بني ادم خيالي هنسميه سلمى، نبتدي ان احنا نشوف حياه سلمى عامله ازاي. سلمى عندها كام سنه؟ سلمى متجوزه ولا مش متجوزه؟
متجوزه، عندها اطفال ولا ما عندهاش اطفال، بتشتغل ولا مش بتشتغل، بتصرف ازاي، بتشتغل ايه، بتخرج مع صحابها امتى، وهكذا. لما بتطلعي الحاجات ديت عليها بتبتدي ان انت تشوفي سلمى دي هي خلاص الفئه المستهدفه بتاعتك، لازم ابقى عارفه كل حاجه عنها. فتعالي ناخد الشنطه بتاعتنا. سلمى مش متجوزه، ولما تكون مش متجوزه دوت معناه ان الصرف بتاعها بيبقى اكتر عن لما هي تكون متجوزه. حاجه تانية، سلمى لو عندها اطفال الصرف بتاعها على الحاجات لنفسها هتقل عن الصرف لو هي مش عندها اطفال. سلمى لو بتشتغل هتكون معظم الشوبينج اللي بتعمله اونلاين علشان هي ما عندهاش وقت قوي تنزل تعمل شوبينج براحتها 3 4 ساعات. سلمى لو متجوزه هتكون الستريس ليفلز بتاعتها اعلى من سلمى اللي مش متجوزه. فاحنا كده عارفين الكاستمر بتاعتي اللايف ستايل بتاعها عامل ازاي. لما تبقي عارفه اللايف ستايل بتاع الكاستمر بتاعك عامل ازاي هنخش كده نضخ البرودكت بتاعنا في حياتها. ودوت لو انت اخترتي سلمى، انت ممكن تختاري سلمى دي او ممكن تختاري مريم اللي هي عكس سلمى تماما. انت بتختاري لنفسك كاستمر بتاعي عنده 1 2 3 ونبتدي ان احنا ننطلق. طيب هل انا بخترع كده من على بالي سلمى هي شكلها عامل كده هي دي الكاستمر بتاعي وخلاص ويلا واحط والاقي محدش بيشتري؟ لا طبعا، لازم تعملي اناليسيس. هقول لك طريقه كده في السريع نعمل اناليسيس. لو انت اوريدي عندك بيج على انستجرام، خشي على الانسايتس بتاعتك وبصي على مين اللي عامل لك فولو، وتبصي كمان على الاكسل شيت اللي انت ان شاء الله يا رب يكون عندك اكسل شيت بتحطي فيها الاوردرز بتاعتك او الويب سايت بتاعك. ابتدي ان انت تبصي الشخص اللي بيشتري منك اون افريج ساكن فين، الشخص اللي بيشتري منك اون افريج بيشتري منك كام مره، الشخص اللي بيشتري منك اون افريج اللايف ستايل بتاعه عامل ازاي. هتلاقي مثلا انت عندك كاستمر اشترت منك 5 مرات السنه اللي فاتت. خشي بقى على الاكونت بتاعها وعايزاكي تعملي ايه ستوكينج، شكلها عامل ازاي، بتخرج فين، رايحه فين، مين صحابها، نخش على اصحابها نتفرج عليهم، عايزين نمسكها كده نفصفص لها حياتها. فهتبتدي بالراحه تفهمي اكتر ناس بتشتري منك هم مين وحياتهم عامله ازاي. فاحنا خش على الاناليسيس بتاعتنا على انستجرام، هتشوفي اكتر عدد من الناس سنهم عامل ازاي، بنات ولا اولاد، ساكنين فين، تقدري تجيبي كمان هم ساكنين فين. الحاجات البسيطه اللي هي البيزك اناليسيس اللي عندك على انستجرام دي تقدري ان انت تخشي تعرفي منها معلومات كتيره جدا 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 من غير اي مشاكل. بعد لما تاخدي البيزك اناليسيس دي هتعملي بقى البيرسونا بتاعتك اللي احنا لسه عاملينها مع سلمى. هنقول ان سلمى عندها 1 و2 و3 و4 و5 و26 حاجه. احنا كده خلاص عارفين سلمى ديت مين. اعلان على السريع، انا عامله لك فري اكاديمي فيها كورسات مجانيه 100%. الكورسات ديت هتساعدك تفتحي البيزنس بتاعك، هتساعدك ان انت تعملي محتوى للصفحه بتاعتك، وهتكلمك على الاساسيات بتاعه الماركتنج الكونتنت كريشن ليكي لو انت بزنس اونر وعايزه ان انت تتعلمي الحاجات ديت كلها. الفري اكاديمي الاماكن فيها محدوده جدا، لو انت عايزه ان انت تشتركي هي هتفتح في يوم 1 يناير. فخشي تحت حطي الايميل بتاعك واسمك في الويتنج ليست وهيتبعت لك ايميل اول ما تتفتح، عشان انا هحط عدد محدود في الاول، بعدها هنبتدي ان شاء الله نكبر ثرو اوت السنه الجايه باذن الله. if you are interested يلا اللينك تحت في البايو. كذا حاجه هديكي ليست كده للحاجات اللي انت عايزه تعرفيها عن الفئه المستهدفه بتاعتك. اول حاجه عايزين نعرف هم عندهم كام سنه. لما بيكون عندهم كام سنه بتعرفي معاهم مصروف ولا معاهم مرتب، ودوت هيفرق جدا في نسبه السبندنج بتاعتهم. برضو سنهم هيحدد لك متجوزين ولا مش متجوزين، وده معناه ان هي لو مش متجوزه هتصرف اكتر، لو متجوزه هتصرف اقل عليكي. فلازم برضو تشوفي حاجه زي كده. تاني حاجه عايزاكي تشوفي الانفلونسرز اللي هم عاملين لهم فولو. خشي عندها الاكونت وتشوفي الانفلونسرز، وهي دي الناس اللي انت هتشتغلي معاهم يا فندم. لما تبقي عارفه مين هي الفئه المستهدفه بتاعتك بتبتدي ان انت تعملي محتوى مخصوص للفئه المستهدفه بتاعتك دي. فبتبقي عارفه الشخص دوت عايز يسمع منك ايه، وبيزد على ده بنعمل له محتوى يخلي الشخص اللي بيحبني يتفاعل مع المحتوى بتاعي. الشخص اللي بيحبني لما يتفاعل مع المحتوى بتاعي يخش عندك على البيج وبيبتدي ان هو يعمل لك فولو، وبيبتدي ان هو كمان عندك على البيج بتاعتك يبقى في كده انستجرام فاهم نوع الشخص ده هو اللي بيحب المحتوى بتاعه وبيخش يكلمها في الدي امز. خليني اطلع المحتوى بتاعت البراند دي ل 20 شخص تانيين في السيركل دي. فتلاقي ان انت اوتوماتيكلي البيج بتاعتك عماله تكبر، عماله تطلعي لناس تانية كتيره جدا، وعماله تبيعي من غير ما تصرفي فلوس في اعلانات، بس عشان ظبطنا الكونتنت بيس على التارجت اودينس بتاعنا. وانا عامه لما باجي اعمل كونتنت استراتيجي للكلاينتس بتوعي اول حاجه ببص عليها الكونتنت. ببص على الكونتنت بشوف ايه الحاجه اللي احنا عايزين الفئه المستهدفه تعرفها عن البرودكت، وبعدها بخلي لهم البرودكت دوت احلى حاجه في الدنيا. احنا اصلا قبل ما باجي اعمل اي استراتيجي للكلاينت لازم بفهم الفئه المستهدفه بتاعتك. فانت لازم تبقي فاهمه الفئه المستهدفه بتاعتك كويس. لما تعملي محتوى حلو بالشكل ده الريتش بتاعك هيعلى، الانجيجمنت بتاعتك هتعلى، والمبيعات بتاعتك هتعلى، وهنقدر ان احنا نظبط الدنيا. التسويق الصح لازم ستيب نمبر 1 نبقى فاهمين مين هي الفئه المستهدفه بتاعتنا. ما تنسيش ان انت يو كان جوين الويتنج ليست للفري اكاديمي اللي انا هعملها. اي ام سو اكسايتد. اللانش ان شاء الله هيكون 1 يناير. ما تنسيش ان انت تنزلي في اللينك اللي تحت وتحطي الايميل بتاعك عشان يوصلك ايميل اول ما اعمل لانش للفري اكاديمي. الفري اكاديمي دي هتكون مجانيه 100%، هيكون عليها كورسات تساعدك ان انت تكبري البيج بتاعتك. فالويتنج ليست موجوده تحت في الديسكربشن، خشي امليها وهيجيلك ايميل اول ما نفتح ان شاء الله يوم 1 يناير. وما تنسيش انت تعملي سبسكرايب على انستجرام وعلى تيك توك وعلى فيسبوك وعلى كل حته، واعملي لايك للفيديو دوت علشان انا بحب اللايكس جدا. وشكرا مع السلامه.